بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره. نودع في هذه اللحظات أيها المواطنون والمواطنات الشعب الصحراوي، مجموعة أسود قديمزيك، الرفيق المعتقل مجيد سيد أحمد، نودعها بأسى وألم بالغين، وهي التي اختارت أن تدافع عن حق أبنائها المعتقلين بسجن سلا المغربي الرهيب. نودع المنين الرقيبي داعين الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة. لقد اختارت قديمزيك مقبرة الشهداء لتؤكد للغزو حتى وبعد مماتها أن المعركة مستمرة حتى نيل الحرية والاستقلال التام. فطوبى لكم يا من تصنعون التاريخ لأجيال الغد، فاللهم ارحم شهداء هذا الوطن يا أرحم الراحمين. وفي الختام الاستقلال سلما أم بالقتال.